معظمنا دلوقتي بقى يحب ان هو يربي تربيه ايجابيه، وبرده معظمنا مش فاهم يعني ايه تربيه ايجابيه. التربيه الايجابيه ان انا ما ازعقش، ما اضربش، ما مشيش كلامي على عيالي. هو ده في وجهه نظرنا التربيه الايجابيه، وهو ده اللي احنا فاهمينه وبنطبقه. وللاسف لما جينا بصينا على النتيجه النهائيه للتربيه الايجابيه اللي المفروض عملناها، جيل لا بيسمع كلام اهله وشايف نفسه خلاص كبير من هو صغير. العيب في مين بقى؟ فنيجي نناقش الموضوع يقول ما انتوا اللي قلتوا ربوا تربيه ايجابيه ودي اخره التربيه الايجابيه. بس مش هو ده مفهوم التربيه الايجابيه اللي الناس كلها بتتكلم فيه. يعني انك تربي تربيه ايجابيه يعني تربي صح، ما تبوظ نفسيه طفلك، لكن تربيه. ما قلناش ما تربوهوش. للاسف كتير قوي مننا شال كأمهات يعني وأبهات شلنا من على عاتقنا حتة ان احنا نربي. هو الطفل المفروض مستنيين منه ان هو يطلع متربي، شايف الصح من الغلط وعارف الصح من الغلط، من غير ما نواجهه ومن غير ما نقول له اعمل ده. لان احنا لو قلنا له اعمل احنا بنخسبه، ما ينفعش. وده مش اسلوب التربيه الايجابيه. جماعه بجد، يعني لو انت قررت تربي تربيه ايجابيه افهم يعني ايه. في امهات كتير قوي دلوقتي تيجي مثلا تقول لها بنتك لابسه ايه، بنتك بترد ايه، بنتك مش عارف. والله انا قلت لها بس هي مش سامعه الكلام. اصل انا خلاص ما بقتش اقدر احكم عليها. مش فاهمين دي يعني ايه الجمله. تلاقي دلوقتي البنات ما شاء الله لابسه اللي على كيفها ونازله من بيتها وبابا وماما شايفينها قبل ما تنزل، وما يقدروش يحكموا عليها دلوقتي ان هي تغير الطقم ده او ما ينفعش تلبس الطقم ده، او اصلا ما ينفعش ان هي كانت تشتري الطقم ده. ليه؟ يروحوا جايين يقول لك اصل التربيه الايجابيه بتقول ان احنا ما نغصبش ولادنا، احنا بس ننصحهم. يا جماعه ننصحهم ايه؟ ننصحهم ده لما انا اكون واحد معدي في الشارع كده ولقيت حاجه ما عجبتنيش بنصح الانسان اللي قدامي. لكن اب وام انا لازم اخد موقف لما الاقي فيه حاجه خرجت عن السيطره. ما ينفعش اب ولا ام دلوقتي يقول اصل انا قلت لها والله ما تلبسش الطقم ده بس هي عنيده، ولا ابني دلوقتي بيشرب سجاير انا نصحته ان هو ما يشربش سجاير بس هو برضو كبر دلوقتي وهو اضرب مصلحته. فين؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ لو انتوا شايفين ان دي التربيه الايجابيه، لا لا، اضربوا بقى وزعقوا واشكموا العيال، لان بجد جيل فلت. معظم العيال دلوقتي الا من رحم ربي شويه قله قليله لما تلاقي بنت لسه بحجابها بادبها باخلاقها. ده ما شاء الله ما شاء الله كميه مناظر بنشوفها دلوقتي، ان كان بنت او ولد. مفيش خلاص رقابه، لان اتشال الاب والام، شالوا يعني فهموا ان احنا لا مش هنغصب ولادنا على حاجه. طب وهم اولادنا دولت هيعرفوا الصح من الغلط منين؟ ما هم ضحايا التربيه الغلط. ما هو انا لازم اقول لهم غلط وصح ولازم تعملي ده، وبعد كده هسيبهم لما يكبروا بقى. خلي بالكم والله العظيم بنأذي عيالنا احنا مش حاسين، وشايفين اننا بيحبونا اكتر، وهما كده شايفين ان احنا اب وام مش ضاغطين عليهم، وان احنا احسن اب وام في الدنيا. واحنا اللي هنندم لما يجوا يخرجوا عن طوعنا بعد كده، وهم اوريدي بيخرجوا عن طوع الاب والام من بدري قوي، من بدري قوي. مفيش مبرر واحد ولا اي نوع من انواع التربيه ولا اي حاجه تبرر ان الاب والام كلمته تمشي في بعض المواقف اللي لازم فيها اجراءات صارمه من اب وام. خلاص بعدها الابن ولا البنت ما تكررهاش. حاولوا يا جماعه ترجعوا شويه من سلطه الاب والام في البيت بتاعهم من تاني.